عمرك سولتي راسك شنو هما اغبى المشاريع اللي داروا في التاريخ ديال البشريه؟ فانا البارح طاح لي السؤال هذا في بالي وانا غابر على يوتيوب شي 3 شهور وقلت علاش لا ما نديرش لكم فيديو عليه. فالموضوع ديال اليوم غادي يكون اغرب المشاريع والحمد لله انهم ما صدقوش. فبلا ما نطول المقدمه بزاف ندخلوا في صلب الموضوع. ما تنساش خلي معك شي ابوني وشي لايك وشي كومونتير باش الفيديو يطلع للناس كثر. هذا انستغرام ديالي، دوزوا ليه كنلوح فيه واحد المحتوى اللي مغاير للمحتوى اللي كتشوفونه به في يوتيوب، وتا هذا الفيديو اللي كتشوفوه فيه دابا غادي نقسمو وغادي نبارطاجيه في انستغرام. قبل ما نطول المقدمه بزاف نبداو. تخيل معايا علماء قرروا يحفروا اعمق حفره في تاريخ البشريه، ماشي باش يقلبوا البترول، لا باش يوصلوا للمركز ديال الارض. السبب علاش وقفوا هذا المشروع هذا ما تحشك على البال. الوقت اللي كان فيه العالم والناس مضاربين باش يطلعوا للقمر، الاتحاد السوفيتي قال علاش انا غادي نمشي نطلع للقمر ونشوف داكشي اللي كاين في الفضاء وانا مازال ما شفت داكشي اللي كاين تحت من رجليا. في 1970 في منطقه كوريا المتجمده في روسيا بدات واحده من اخطر التجارب اللي قدرتها في التاريخ ديال البشريه. هذا المشروع هذا هو انهم يحفروا 15 كيلومتر تحت الارض. بقاو تيحفروا سنوات وسنوات وفعليا وصلوا ل 12262 كيلومتر. تقول مع راسك علاش حبسوا بالضبط في هذا العمق هذا وما كملوش ل 15؟ الحراره المستحيله. تخيل معايا هما كانوا متوقعين انهم غادي يلقاو الماكسيموم 100 درجه حتى كيلقاو راسهم في 180. اكتشفوا واحد الاكتشافات اللي صدمات العالم. واحد من الاكتشافات هذه انهم لقاو واحد السائل في واحد العمق اللي مستحيل انه يكون فيه الماء ولا شي سائل اصلا. السبب الثاني علاش حبسوا هذا المشروع هذا اللي بالنسبه لي غير منطقي هو انهم عطوا واحد الميكروفونات حراريه وسمعوا واحد الاصوات اللي وصفوهم باللي ملايين ديال الناس كيتعذبوا والصراخ ديالهم كيخلع ديال بصح. الشباب وانا كنمونطري لكم في الفيديو لقيت داك التسجيل اللي قالوا بانه جاي من ديك الحفره اللي وصفوه بانه الصوت ديال الملايين ديال الناس كيغوتوا وسموه بصراخ الجحيم. فاللي غادي نقول لكم الصوت كيخلع شويه، اللي ما كيستحملش انه يسمع صوت مجهد او لا يسمع الصوت ديال الصراخ بصفه عامه من الاحسن انه يسكيبي 10 ديال الثواني. انا علمتكم. والصحافه سمت هذا البلان هذا بوابه الجحيم. الموقف هذا السؤال كيقول واش بصح سمعوا شي حاجه ولا غير الحراره دوخت لهم الميكروفونات ديالهم؟ كيف تعليق شنو بالك في هذا الشيء؟ المهم هذا الشيء كامل هو انهم مسدوا داك الثقب بواحد الغطاء حديدي اللي قاصح ديال بصح وديك المنطقه ولات مهجوره. الا كانت روسيا بغات تحفر الارض، امريكا كانت عندها واحد الفكره اللي مجنونه وحمقه اكثر من هذا الشيء كامل. تخيل معايا الفكره هذه شنو باغيين يديروا فيها. عرفتي القمر كان غادي يمشي فيها. تخيل معايا تكون خارج بالليل غادي مع السطا ديالك ولا غادي مع شي عشيرك وكتشوف السما وكتلقى القمر مفرقع ولا مقسوم على نص. هذه ماشي قصه خياليه ولا شي فيلم هندي، هذه قصه كانت غادي تكون حقيقيه، كانت محطوطه فوق الطبله ديال المخابرات الامريكيه. المشروع سميتو بروجي A119 والهدف منه هو امريكا تبين راسها شكون هي وتبين بلي راهي حربيه واعره. في الخمسينيات الاتحاد السوفيتي كان هرب على امريكا في السباقات الفضائيه. صيفطوا سبوتنيك اول قمر صناعي وامريكا حست بالاهانه وما عجبهاش الحال. داكشي علاش كان خصهم يديروا شي حاجه اللي تبان للعالم بالعين المجرده، شي حاجه حمقى ومبلبله ديال بصح. قول مع راسك عزيزي المشاهد غادي يستكشفوا البحار، غادي يستكشفوا غابه الامازون، ولكن الشريف باغيين يفرقعوا النووي في القمر. تفاصيل ديال الخطه المجنونه هو العلماء بغاو يصيفطوا واحد الصاروخ اللي فيه واحد القنبله نوويه اللي غادي يضربوا فيها المنطقه اللي كيكون فيها الظل والضوء في القمر اللي سميتو تيرميناتور لاين. علاش تما بالضبط؟ باش الغبار النووي اللي غادي ينتج على الانفجار يضرب فيه الضوء ديال الشمس ويبان من الارض بحال شي فلاش اي واحد يقدر يشوفها من المنزل ديالو. تخيل معايا الرعب. تخيل معايا امريكان بغات دير هادشي غير باش تثبت راسها وتقول ايوا احنا كاينين. الغريب في الامر هو ان اسماء كبيره كانت مشاركه في هذا المشروع، منهم العالم الشهير كارل ساغان اللي كان مازال شاب ديك الساعه وكان مكلف بالحسابات ديال شحال ديال الغبار غادي يطير. في نظرك هاد الهبله هادي علاش وقفات؟ علاش حبسات؟ المشروع وصل لواحد المراحل متقدمه في الدراسه واخيرا شي واحد بعقله طرح واحد التساؤلات اللي منطقيه. التلوث الاشعاعي، الا تفرقعت ديك القنبله القمر غادي يولي واحد المنطقه اللي اشعاعيه، غاديش نقدروا اننا نصيفطوا ليه رواد فضاء في المستقبل. والسبب الثاني اللي بسيط هو انهم خافوا ان الرمز الرومانسيه والجمال والحب يتفرقع قدام المشاهدين والمحبين ديالو في حالي انا. يا بنادم كيدير شو ولا قال يخلعها. وفي الاخير المشروع تدفن في سريه تامه
وما بان حتى العام 2000 فاش تسربت الوثائق. في نظرك اشنو كان غادي يوقع الا هذا المشروع هذا كمل؟ ولكن الا كان هذا المشروع هذا كيهدد الفضاء، هذا المشروع غادي ندوي عليه دابا كيهدد العقل البشري. غادي نهضر على واحد التجربه سريه اللي كانت بغات تحول بنادم لروبوتات. روبوتات كينفذوا الاوامر والطلبات بدون تفكير باستعمال المخدرات والكهرباء. دابا غير بيني وبينك، واش عمرك فكرتي تقول مع راسك يا ربي كون كان عندي الجهد نشد هذا ونقول ليه شي حاجه يديرها؟ هذا البلان هذا كانوا بغاو يديروه في الحقيقه. المخابرات الامريكيه CIA ما سولش غير هذا السؤال فقط، بل صرفت الملايين ديال الدولارات باش تديروا على ارض الواقع. والضحايا كانوا ناس عاديين في حالي وفي حالك. مرحبا بك في البروجي MK Ultra. الهدف هو اننا نصنعوا واحد الجندي اللي ما كيقولش لا، اي حاجه تقولها ليه غادي يديرها بلا ما يفكر. في وقت الحرب البارده الامريكان خافت ان السوفيات يكونوا لقاو واحد الطريقه باش يغسلوا الادمغه ديال الجنود ديالهم، باش يسبقوهم داروا واحده من اقدر المشاريع في التاريخ. الهدف هو السيطره الكامله على العقل البشري، قدره على مسح الذاكره وزرع شخصيه جديده. هادشي غادي تسمع دابا غادي يبان لك بحال شي فيلم رعب، ولكن عزيزي المشاهد وقع بصح. كانوا كيعطيو مخدرات قويه لناس عاديين، سجناء، موظفين، وحتى ناس غاديين في الزنقه، حرمان منهم لايام طويله. الصدمات الكهربائيه اللي كتفوت القياس، والعزل التام في غرف مظلمه باش يرسل النفسيه ديال الشخص. التنويم المغناطيسي حاول يبرمجوا قتله ماجورين كيتفاعلوا غير بكلمه سريه ومن بعد كينساو كاع شنو داروا. المشروع كان سري بزاف لدرجه ان الحكومه براسها ما كانتش عارفه التفاصيل كامله. استمر لأكثر من 20 سنه في 80 مؤسسه مختلفه، منها جامعات ومستشفيات مرموقه. ولكن السؤال دابا علاش حبسوه؟ في عام 1973 فاش الشكوك بدات كدور على المدير ديال CIA، وديك الساعه امر باتلاف كاع الوثائق اللي كدوي على MK Ultra. لحسن الحظ او لسوء بقاو شي وثائق في الارشيف. وفاش خرجوا للعلن في سنه 1973 بنادم تصدم من كميه البشاعه اللي كانت غادي توقع. المشروع توقف رسميا، ولكن بزاف ديال الناس ومنهم انا كنشك واش بصح وقفوه وما تعرف، يقدروا يكونوا دابا خدامين عليه وحتى شي واحد ما صار الخبار. دابا زدنا من تحت الارض، الفضاء، العقل البشري. دابا غادي ندوزو الكوارث الطبيعيه اللي كانوا ناويين انهم يتحكموا بها. كان الهدف ديال المشروع هذا هو التحكم في الطقس، في الزلازل، الاعاصير. يقدر يبان لك هادشي مستحيل، ولكن غتبع معايا الفيديو. تخيل تكون جالس في دارك ما عليك ما بيك، فجأة السما غتبدل اللون ديالها، اعصار مدمر وزلزال تحت الارض، وانت كيصحاب لك باللي كوارث طبيعيه عاديه. ولكن لا، الحقيقه كاين واحد اللي متحكم بهادشي واللي كليك على الزر باش يدير هادشي كامل. في التسعينات في واحد المنطقه معزوله في الاسكا، بلاد الميريكان منشأة عملاقه اللي كتكون من 180 هوائي، وماشي هوائي عادي، هوائي عملاق يوصل الطول ديالهم 220 متر. ظاهريا قالوا ان هذا البلان هذا داروه باش يدرسوا الغلاف الايوني، ولكن واش بصح هادشي اللي كاين؟ السؤال هنا هو علاش كيتعتبر هذا من اخطر المشاريع اللي كانوا غادي يداروا في تاريخ البشريه. تخيل الغلاف الجوي، هارب اللي يقدر يصيفط موجات راديو قويه بزاف لطبقات الجو العليا وكيسخنها لدرجات كيرد بحال المرايه اللي كتعكس الموجات. التحكم في الطقس، بزاف ديال الخبراء كيعتقدوا ان هذا التلاعب بالغلاف الجوي يقدر يغير مسار الرياح ويخلق اعاصير ويمنع الشعل على شي دول. يا كافر يا كافر يا كافر يا كافر يا كافر كافر كافر. فعلاش هو مشروع غريب ومريب وخطير؟ الموقعات كارثه طبيعيه، اصابع كيتوجهوا للهرب، من تسونامي 2004 لزلازل تركيا. عمرك سولتي راسك علاش قبل اي زلزال في العالم كيبان واحد الاضواء في السماء؟ 2014 الجيش الامريكي قال بلي ما بقاش محتاج هذا المشروع هذا، سلموه لجامعه الاسكا. واش كتحس بالراحه فاش كتسمع باللي سلاح بهاد الفخامه هذه وبهاد العملاقه هذه؟ مصطلح جديد في العربيه ياك العملاقه. المهم سلاح بهاد الضخامه هذه ما بقاش تحت السيطره ديال الجيش، ولا هذه غير طريقه باش يبعدوه باش الناس ما يبقاوش رادين معاه البال. هنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، دوينا على اغرب 4 ديال المشاريع في التاريخ ديال البشريه. المشاريع هذه كتبين لنا ان الطموح ديال الانسان ولا الجنون ديالو ما عنده حتى شي حدود. العالم اللي كنعيشوا فيه اسرار مدفونه، ربما من الاحسن لينا ما نعرفوش الحقيقه، وشي حوايج خصهم يكونوا مستورين وما نعرفوا عليهم حتى شي حاجه. هذا مكان الا عجبك الفيديو خلي شي ابوني، شي كومونتير يكون زوين، وهذا هو الانستغرام ديالي دوزوا ليه. وهذا مكان تهلاو لي فراسكم، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.